السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. مرحبا. بعد نهاية مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، رصدت الكاميرات للصحفيين لحظة خروج النجم المصري محمد صلاح من أرضية الملعب، وهو ظاهر عليه حسرة وحزن على وجهه بعد خسارة القاسية التي تعرض لها فريقه ليفربول اليوم بدوري أبطال أوروبا. وظهر صلاح وهو بادي عليه الحزن الشديد وعدم تصديقه ما حصل في المباراة، بعدما كان فريقه متفوق بنتيجة 2-0. سجل منها محمد صلاح الهدف الثاني للنادي لتنقلب فجأة المباراة ويقلب ريال مدريد الطاولة على الريدز، تسبب في صدمة لمحمد صلاح. وحصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على تقييم الأعلى بين زملائه في فريق الريز بعد أدائه أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا. وعاد ريال مدريد بريمونتادا رائعة أمام ليفربول، وحول تأخره إلى فوز بنتيجة 2-5 بعدما كان ليفربول متقدما بهدفين دون رد في البداية. وشارك محمد صلاح أساسيا وحتى نهاية المباراة أمام ريال مدريد، وصنع الهدف الأول لزميله نونيز، وسجل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 14. وبحسب شبكة هو سكورد، حصل صلاح على تقييم 8.3، وهو الأعلى بين لاعبي ليفربول في مباراة الليلة. وسدد صلاح 3 تسديدات، واحدة على المرمى وواحدة تم اعتراضها وأخرى خارج المرمى. وبلغ معدل تمريرات صلاح الناجحة 88% بواقع 28 تمريرة في الدقيقة، والتمريرات المفتاحية 2. وفاز محمد صلاح بأربع مراوغات، وبلغ معدل مراوغاته الناجحة 57%. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو متابعي قناة الأعزاء سبورت فليت، نلتقي في فيديو آخر، مع السلامة.